كل ده بنتكلم على الولد وطبعا البنت. نعم بس طبعا. هنضيف على البنت كمان انه بيتحط قيود عليها، ودائما في تعامل ظالم صح. بيخلي البنت او الفتاة دائما تشعر بان هناك مقارنة غير عادلة ما بين ما يسمح للولد صح. ان يفعله صح. ولا يسمح لها ان تفعله، يخرج هي ما تخرجش وما الى ذلك. العبء بيكون على البنت مضاعف. احنا تعودنا في التعامل مع البنت كثقافة شائعة بيننا كلنا، ان احنا بنتعامل مع البنت على انها ليس لها ادنى حق في الترفيه واللعب، في تكوين صداقاتها في دائرة صديقاتها ومعارفها. احنا عندنا يعني نمط متراكم عندنا من الثقافة ان البنت كأن الأصل الخلقة أنها لا تستحق كثير من الأمور، أنها ليس لها الحق في كثير من الأمور. الهدي النبوي في التعامل مع الولد والبنت، وفي مراعاة نفسية الولد والبنت، وفي جبر خاطر الولد والبنت، وفي ملء وجدان الولد والبنت، أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى الواحد من أصحابه إذا جلس يقبل الولد ويطبطب على الثاني، بس يقولوا لم تعدل بينهما. مجرد أنك أنت تعامل ده بشيء من التدليل والهزار والاحتضان وتقبله، وحتى لو عملت الثاني بأنك تطبطب عليه، ده مش عدل. خلي بالك أنه ده بيكسر نفسية الولد. طبعا الولد نقصد بها الولد والبنت، انه ممكن يعطي البنت قدر من الاهتمام والتدليل ويعتمد انه ده ولد معتمد على نفسه، او العكس يدلل الولد ويتجاهل البنت. طبعا البنت محملة بعبء اكبر بكتير. البنت تحتاج الى اكبر قدر ممكن من الاهتمام والرعاية، واشعار البنت بكينونتها وذاتها، واحترام كيانها الانساني، واحترام عقلها، واطلاق المجال لمواهبها، تكتشف، تبدع، تخترع، تتنفس، تعيش الحياة، تشعر بالسعادة، تشعر بالأمل. طبعا الكلام ده بيترسب وينتقل إلى لما تنتقل إلى مرحلة العنف الأسري، بيكون حظ البنت في هذا أسوأ بكثير. البنت لما بتخرج من البيت بتتعرض للامتهان من كثير من الناس اللي بيتعاملوا معاها، فبيبقى العبء عليها مضاعف كمان. صحيح.